بتبدأ قصة فيلمنا النهاردة في الهند مع شاب اسمه لال، وبيكون مسافر في القطر وبتقعد واحدة قدامه وبيطلع لال شوية حلويات وبيفضل ياكل فيها، والست اللي قدامه مستغربة جدا منه ومن الحركات اللي بيعملها، وبيبص على رجليها بيلاقيها لابسة كوتشي نضيف جدا، وبيقول لها ان دايما والدته كانت بتنصحه وتقول له انك تحكم على الشخص من جزمته مش من شكله. ولما البنت دي بتبص بقى على الجزمة بتاعته بتلاقيها متبهدلة على الآخر، وبيبتدي يحكي وهو صغير والدته جابت له جزمة وقالت له ان الجزمة دي سحرية لانه بيبقى مريض وما بيقدرش يمشي، بس الدكتور بيعرفها ان المشكلة مش عنده في رجله وان رجله سليمة، المشكلة عنده في دماغه وقدراته ضعيفة عشان كده ما بيقدرش يحرك رجله. وبنعرف ان لال كان اسم جده وكمان كان اسم جد جده، وان التلات جدود دول كل واحد فيهم كان بيروح الحرب بيموت، وبتروح والدة لال وبتتكلم مع مدير المدرسة عشان تقنعه ان لال يخش المدرسة، وبيقول لها ان لال قدراته العقلية ضعيفة جدا وانه مش هينفع يخش المدرسة وانك لازم تقدمي له في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. ولكنه لما بيشوف اصرار والدته انها تدخله المدرسة وتعلمه بيقرر انه يضم لال للمدرسة. وفعلا لال بيروح المدرسة وبيخش الفصل بتاعه، بس الطلاب كلهم بيبقوا خايفين ومستغربين منه الا بنت واحدة اسمها روبا بتناديله وبتقوله تعالى اقعد جنبي، وهو كان شايف البنت دي جميلة جدا. ومن اليوم ده ابتدوا يقربوا من بعض جدا ويبقوا صحاب بيروحوا ويجوا مع بعض. وفي يوم من الايام هم قاعدين سوا بيطلب لال من روبا انهم يتجوزوا، ولكنها ساعتها بتنشغل في الاحتفالات لان فريق الهند فاز، وبعد فترة بيتفاجئوا ان الجنود نزلوا للبلد والنور ابتدى يقطع في البلد لمدة 5 ايام. ولكن والدته ما بتعرفوش اي حاجة اسمها حرب، وبتقوله ان في مرض اسمه الملاريا انتشر وانت لازم تقعد في البيت. والفترة دي خلصت، وفي يوم من الأيام كان هو ووالدته مروحين وكان في مجموعات بتضرب وتقتل في الناس، وبسرعة أمه بتاخده وبتخبيه وبتقصله شعره بسرعة قبل ما يشوفوه عشان يقتلوه. وبنبص بنلاقي إن كل اللي في القطر مندمجين وبيسمعوا القصة بتاعته، وفي واحد من هناك بيقوله إن هو فعلا كان موجود أيام الثورة وإن دي معجزة إن هو هنا. أول مرة لال بيسمع كلمة معجزة بيقوله المعجزة إن أنا حصلت لي معجزة قبل كده، وبيبتدي يحكي له المعجزة اللي حصلت له، وإنه في يوم من الأيام كان ماشي هو وروبا وطلع عليه شوية من أصحابه في المدرسة اللي بيتنمروا عليه وفضلوا يحدفوا عليه طوب، وروبا بتقول له اجري بسرعة من هنا، وابتدى لال بيجري لحد ما كل الحديد اللي في رجله اتكسر. ومن يومها وهو بيجري في كل مكان. وفي يوم روبا ما راحتش المدرسة وراح لها البيت عشان يطمن عليها، ولكن شاف ابوها بيضرب امها بسبب الفلوس، وبتفضل روبا تدعي انها تكون غنية جدا ومعاها فلوس كتير، وبتوصل الشرطة وبتقبض على والدها وبتكون والدتها ماتت، وبتروح روبا تعيش مع جدتها، ومن حظه ان جدتها دي هي الشغالة اللي عندهم في البيت. ومن ساعتها بقى ابتدى يقرب لال من روبا اكتر واكتر، ولما كبروا راحوا مع بعض الجامعة، ونفس المتنمرين اللي كانوا معاه في المدرسة راحوا معاه الجامعة وفضلوا يتنمروا عليه ويجروا وراه كالعادة. واثناء ما بيجري بيلاقي نفسه دخل في سباق وانه سبق كل الموجودين في السباق. المدرب بيشوفه وبيطلب انهم لازم يجيبوه ينضم ليهم، ولكنه ما كانش بيجري الا لما روبا تقول له يجري، وفعلا بيبتدي يكسب سباقات كتيرة. وبعد فترة بيتفاجأ ان روبا بتحب واحد صاحبهم في الجامعة وبيلاقيه بيضايقها وبيروح لال ويضربه، وروبا بتتخانق معاه وبتقول له انت بتعمل ايه، انت عارف هو غني ازاي. وبيقعدوا بعدها مع بعض، والتاني مرة لال بيطلب منها الجواز ولكنها ما بتردش عليه كالعادة. وبنبص وبنلاقي ناس اكتر في القطر قاعدين مستمعين لقصته. وبيكمل وبيقول طول فترة الجامعة كل ما تحصل مشاكل في البلد بتتصل بيه امه وبتقول له ان في ملاريا في البلد واقعد اسبوع واقفل الباب على نفسك. وبيروح له المدرب عشان السباق ولكنه بيرفض انه يطلع، وبعد فترة بيخلص دراسته وبياخد شهادته، وبيبتدي بعدها انه يروح ويخدم في الجيش. وكالعادة مفيش الا واحد بس اللي بيرضى يقعده جنبه وبيتعرف عليه وبيكون اسمه بالا، وبيبتدي بالا يسأله شوية اسئلة غريبة عن هدومه الداخلية. وبنعرف ان عيلة بالا بتصنع الهدوم الداخلية من زمان جدا، وطول ما هم مع بعض ما بيبقاش بالا بيتكلم الا في الهدوم الداخلية وتصنيعها. وفي الجيش بيبقى لال بيسمع الأوامر كلها بالظبط، فطبعا القائد بيكون مبسوط بيه جدا، وكمان بيبقى أول واحد يركب السلاح. وبيعلم بالا لال ازاي يصنع هدوم داخلية، وفعلا بيصنع اول هدوم داخلية ليه وبتعجب القائد بتاعهم جدا. ومش بس كده، ده بيبتدوا يصنعوا هدوم للكتيبة كلها. وفي يوم بالليل ماسك الجورنال بيتفاجأ بصورة روبا وان هي اتحبست بسبب صورها والناس مش عاجبها الصور. ولال بيروح لها السجن، ولما بيسمع واحد بيشتمها بينزل فيه ضرب وبيدافع عن روبا. وهنا لتالت مرة لال بيطلب منها الجواز، ولكن كالعادة ما بتردش عليه وبتقوله انهم مختلفين وانهم بس اصدقاء. وبيعرفها بقى ان هو في الجيش
وانه خلاص هيترحل على وحدته، وبتنصحه روبا وبتقوله انك لو لقيت اي خطر اجري وما تعملش اي حاجة غير انك تجري. وبنشوف روبا وهي داخلة البار وبتروح تتعرف على واحد اسمه عباس، وبيقول لها انه هينتج لها افلام، وبعد 4 سنين بيكون لال وبلا مقربين جدا، وبيتفقوا انهم هيفتحوا مصنع خياطة مع بعض ويمسك بلا الدعاية والتسويق، ولال هو اللي يصنع الهدوم الداخلية. وبعدها بيجي لهم مهمة ان في شوية ارهابيين متمركزين في الجبل، وفعلا بيتحركوا وبيروحوا للمهمة دي، ولكنهم بيكونوا فاكرين انهم 6 ارهابيين بس، بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من الارهابيين وبيبتدوا يضربوا عليهم صواريخ، وبيفضل لال ينقذ كل المصابين وكمان بينقذ زعيم الارهابيين. ولما بيرجع تاني عشان يدور على بلا وينقذه، للاسف بيلاقي اصابته فظيعة جدا وبيموت، وبيتصاب لال بطلقة في رجله. وبنعرف في المستشفى ان زعيم الارهابيين اللي اسمه محمد هرب. وهنا روبا وهي قاعدة مع عباس واصحابه وبيبقى عامل فيلم، ولما بتطلب انها تبقى البطلة بيرفض وبيقول لها كفاية عليك انك تبقي معايا مش اكتر. وهنا لال بيكون بيتكرم لانه انقذ اصحابه في الحرب، وهو مروح بيشوف روبا وبيجري وراها وبينادي عليها لحد ما بيوصل للفندق. ولما بيدخل بيلاقي عباس بيضربها، بيتضايق وبيروح وبينزل فيه ضرب، وروبا بتوقفه وتتأسف لعباس وبتقول له معلش هو دماغه على قده. وبيتضايق طبعا لال من اللي سمعه، وروبا بتكلمه وبتقول له ان انا عايزه اقابلك، وبتقابله وبتفهمه الحكايه كلها وان هي هتبقى ممثله مشهوره جدا، وبيكملوا اليوم ده وبيبقوا مبسوطين. وفي الاخر بيطلب منها تاني انه يتجوزها، واحنا عارفين انها مش هتوافق. ولال كان مسافر وبيشوف زعيم العصابه اللي هو انقذه وبيروح معاه بيته، وبيبتدي محمد يساله في اليوم اللي انت انقذتني فيه انت كنت تعرف ان انا زعيم الارهابيين؟ ولال بيقول له لا، ومحمد بيقول له ان هو اتغير من اليوم اللي هو انقذه فيه، وان دي حاجه غريبه ان ازاي عدوه بينقذه. وبيقعدوا مع بعض وبيكون ده يوم راس السنه. وهنا بنشوف روبا وهي بتحاول تنتحر، بس بتشوف طياره صغيره وبتفتكر لال لما كانوا بيلعبوا مع بعض، وبتقرر انها تنزل وما تنتحرش. وهنا لال رجع لقريته تاني ولمامته، وكمان راح لقريه صاحبه بالا وتعرف على زوجته وعرف ان حالتها صعبه، وقرر هنا انه يفتح مصنع الخياطه اللي كان متفق فيه مع صاحبه بالا. وابتدى المصنع ده ب3 ماكينات خياطه، وابتدى ان هو ينتج كتير جدا لحد ما ملى المصنع كله. ولما جه بقى يسوق المنتج ويبيعه، للاسف ما اتباعش منه اي حاجه. وبيتفاجأ ان محمد جاي بيقول له ان هو اللي هيشتغل على التسويق، وبيحاولوا يروحوا محلات ويقولوا للناس ياخدوا قطعه وقطعه تانية هديه، طب قطعه وقطعتين هديه، طب قطعه و3 قطع هديه، ولكن كل ده بيفشل في الاخر ومحدش برضه بيشتري حاجه. ولما بيشوف محمد على التلفزيون كل عرضات الازياء بنات، بيجيله فكره ان هو يغير الاسم وسماها روبا. وفعلا لما بيعملوا كده بتنتشر المبيعات وبيكبروا جدا، وبدل ما عندهم 3 ماكينات بيبقى عندهم كتير، وبعدها كمان بيبقى عندهم مصنع كبير كامل. فهنا الناس بتستغرب وبتقوله انت كداب، يعني انت عايز تقنعنا ان انت صاحب مصانع روبا وكمان راكب معانا قطر الدرجة التانية؟ المهم بعدها بيكمل لهم بقية الحكاية، وان في يوم ومحمد قاعد بيتفرج على التلفزيون شاف شوية ارهابيين عمالين يقتلوا في الناس. وطبعا محمد بيتضايق لانه في يوم كان واحد منهم، وبيقرر محمد انه يرجع وينصح الارهابيين، وبيودع لال وبيمشي. وبعد فترة بيتفاجأ لال ان والدته تعبانة جدا، وللأسف والدته بتموت لانها بتكون مريضة بالسرطان. وبعدها فتح مستشفى باسم والدته تعالج الناس بالمجان، وعاش وحيد لان كل الناس اللي كانت جنبه خلاص مشيت وسابوه. وفي يوم بيتفاجأ ان روبا راجعة بس مش على حالتها الطبيعية وتعبانة جدا، وبيبتدي بقى لال انه يطلعها من حالتها دي ويهزروا ويرجعوا زي ما كانوا تاني. وبنعرف ان روبا هي اللي جابت له الكوتشي ده اللي هو محتفظ بيه لغاية دلوقتي وما بيقلعوش. وفي يوم برضه بيسألها لال تتجوزيني، ولكن المرة دي بيقول لها انت مش عايزة تتجوزيني لان انا غبي ومش ذكي، وبيتضايق وبيسيبها ويمشي. ولكنها بتطلع له وبتصالحه وبتقول له انها بتحبه، وبيقضوا الليلة سوا. وبتيجي الشرطة لبيتهم وبتاخد روبا وبتقبض عليها من غير ما لال يحس. وبيفضل لال اليوم ده يجري في كل مكان يدور عليها، وبيجري من بلاد لبلاد وبيتشهر والصحفيين وراه. وبنشوف روبا طلعت من السجن، وبيتسجن عباس، وبيفضل لال على الموال ده لمدة 4 سنين لحد ما بيقرر يرجع لبلده. وبيلبس وبيروح بيركب القطر اللي هو فيه ده عشان يروح لروبا، وبتودعه كل الناس اللي في القطر بعد ما بيكونوا استمتعوا جدا بقصته. وبيوصل لروبا وبيتفاجأ بطفل صغير طالع وبيقول لها يا ماما. ولما بيسألها على اسم الأب بتقول له لال. بيقول لها ايه ده، انت اتجوزتي واحد نفس الاسم برضه؟ وبتقول له لا انت مش فاهم، ده ابنك. وبيتصدم وبيفرح جدا. وبعدها بيتجوزوا وبيقضوا حياتهم سوا. وبعد فترة روبا بتتعب جدا وبيجيلها مرض خطير، وبيحاول لال ينقذها ولكن للأسف ما بيعرفش وبتموت روبا. وبعدها بيفضل لال مع ابنه لوحدهم، وبيدخل ابنه المدرسة، وابنه بيكون ذكي جدا وبيستناه بره المدرسة على نفس المكان اللي كانت بتستناه فيه أمه. وبكده يكون انتهى فيلمنا، واشوفكم في فيلم جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.